يلا فيديو جديد. اجواء رمضان بدأت تهل علينا. طبق الفول طبق رئيسي على سفرة الشعب المصري، يعني مهما تحطي على سفرتك الطبق ده حاجة اساسية كل يوم، ما بنقدرش نستغنى عنه. بجيب ب10 جنيه حبة قد كده، مش بيقضيني حاجة، لا هجيب نص كيلو وهعمل كمية هتقضيني كتير زي ما انتوا شايفين. وطريقة سهلة وبسيطة، وفي كمان كام تريكة كده هقولك عليهم. سيبك بقى من ان احنا بنحط عدس او طماطم ولا الكلام ده خالص، هقولك كام كده حاجة ان شاء الله اللي بيخليه تقيل واللون بتاعه فاتح وحلو والقوام بتاعه مظبوط. اهم حاجه هنسمي الله ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لايك وشير وسبسكرايب للقناه علشان يوصل لكم كل جديد. معايا نص كيلو فول، نقيته كويس من اي حاجه موجوده فيه وغسلته كويس، وبعد كده ميه مغليه. وزي ما انتم شايفين كده، هنا كنت لسه بالليل يعني قبل ما ادخل انام عملت كده. كده تاني يوم الصبح قمت بقى لقيته زي ما انتم شايفين نفش وزاد كتير والحبايه مفروده. اهم حاجه في الفول ان انت تعمليه سيبيه منقوع يعني ساعتين 3، يعني زي ما عملت كده من بالليل لحد تاني يوم الصبح. شايفين الكميه زادت وبقت الفوله مفروده، وتحسي ان هي خلاص يعني بدات تدخل في السوا. عندي هنا حله الومنيوم، ما عنديش فواله فمش شرط خالص، المهم تكون الومنيوم. حطيته كده وحطيت ميه مغليه وهولع عليه. هعلي عليه اول ما يغلي هوطي عليه النار، شايفين؟ وبعد كده هسيبه كل شويه تبصي عليه، لو عايز ميه تاني زوديه لحد ما يستوي بالشكل ده. خلاص استوى. طب انتي ايه الاضافه اللي هتضيفيها؟ هقولك دلوقتي ايه اللي هيخلي لونه حلو. هو ده معلقه الكركم اللي حطيتها، هي معلقه واحده بس، وكمان معلقه نشا. يعني انتي ما تنسيش الفول لو انتي سبتيه شويه هو بيتقل لوحده، فانتي كفايه معلقه نشا ومعلقه كركم. هتقلبيهم كويس في ميه، وبعد كده هتنزلي على الفول وهحطه على النار غلوه واحده بس. احنا مش عاوزين، هو خلاص استوى والميه كده مظبوطه وكل حاجه مظبوطه فيه. شايفين بقى اللون بتاعه عامل ازاي والسوا بتاعه كويس. اهم حاجه ان انتي يعني تنقعيه في الميه كويس الاول. بعد كده هحضر بقى، هعمله بكم وصفه كده. اهم وصفه فيهم هي دي، يعني دي اللي بحبها قوي. عندي هنا بصلايه وسط كده هقطعها قطع صغيره، هحط عليها زيت وهحطها على النار. عاوزاها تدبل بس وتصفر. كمان هقطع طماطمتين قطع صغيره، يعني ممكن هنا تضربي الطماطم لكن بيكون خفيف كده وحلو لو انت قطعت الطماطم، بس اهم حاجه يعني قطعيها قطع صغيره. بعد كده البصل مش عايزاه احمر بقى، يعني انا يعني بدبله بس وبصفره بالشكل اللي انت شايفينه. هنزل بقى بالطماطم والتوابل بتاعتي اللي بحطها، كمون وكزبره ناشفه وملح. خلاص كده هحطهم على النار، ما تعليش النار عليهم قوي. خلصنا كده اول طاسه. تاني طاسه بقى معايا فلفل ومعايا طماطم، هقطع الفلفل وكمان طماطمتين، مش هحط بقى ولا توم ولا بصل. ودي الطريقه اللي ولادي بيحبوها والمعتاده بتاعتي اللي بحطها كل يوم على الفطور. يعني الطريقه دي بتكون خفيفه كده وحلوه، ولو انت مستعجله في ثواني بتخلصيها. هحط ملح وكمون وكزبره ناشفه بس، وكمان الزيت وهحطها على النار. المهم ان انت ما تعليش النار قوي علشان يعني تسبكوا براحتهم. شايفين كده؟ خلاص بعد ما اتسبكت هنزل بقى بالفول. شايفين الفول وجماله بجد حلو قوي. القوام بتاعه تقيل، لونه يعني مدي على صفار شويه، ما بيبقاش غامق. انت يعني لما بتسيبي الفول بتحسي ان هو غامق شويه، لا هي دي الطريقه بتاعت المحلات بالظبط. بعد كده هضربهم بالهاند بلندر. انت ممكن بالهراسه، لكن يعني بحبه كده مش بهرسه قوي، لكن ضربتين 3 كده تحسي اني يعني شايفه يبقى بالقوام ده بالظبط. هحطه على النار غلوتين، خلاص هو مستوي، ولا بزود ميه ولا اي حاجه. غلوه كمان وخلاص هيكون جاهز معايا. ودي تاني طاسه. خلاص يعني مش بخلي الطماطم تتهري قوي، يعني غلوتين 3 وبنزل بالفول. هضربها برضو بالهاند بلندر كام ضربه كده وخلاص، لان عندي ولادي يعني بيحبوا يشوفوا الفلفل باين. جزء منهم كده وجزء يعني بياكلوا الميه بس، فانتي ارضي بقى جميع الاطراف. بجد والله تسلم ايدي. ده اللي يتقال عليه سيدي يا سيدي، هو مش عشان فول، لا لا لا، ده انت ممكن تاكلي طبق فول ينسيكي الدنيا. اصل انا من عشاق يعني عربيات الفول، بحبها قوي. ممكن اروح كده يعمل لنا صينيه، بس يعني لوحدي بتكسف طبعا، انا واصحابي او انا وعيالي يعني، وعادي نقعدوا كده، لا بتبقى طعمها حلو قوي. يعني ربنا يحسن ما بين ايد اي حد. بعد كده حطيت ملح وكمون وكزبره ناشفه، وحطيت طحينه والزيت بس كده، ما بيتحطش بقى على النار ولا بيتضرب، بيبقى زي ما هو كده. خلاص يبقى كده 3 وصفات. زي ابني بيقول لي ماما جه بقى هو مش عارف ان انا عاملاه في البيت، بيقول لي يا دي طاسه ايه ودي طاسه ايه وده طبق ايه. والله العظيم ده حصل. دي طاسه فول بالبصل، ودي طاسه فول بالفلفل والطماطم، ودي طاسه فول بالطحينه. قعد يضحك، والله ضحكنا ضحك يعني. الحمد لله. اعملي الحاجه كده بحب كده ونفس راضيه، والله هتطلع زي الفل معاكي.
خلاص بعد كده حمرت بقى بطاطس والجبنه الحادقه القمر بتاعتي. المش كمان غامق، كل ما تلاقي المش بتاعك غامق كده وتكسري الجبنه تلاقيها من جوه غامقه شبه الطحينه بالظبط، اعرفي ان هي ناجحه معاكي. شايفين شكلها عامل ازاي؟ حطيت عليها زيت. السفره دي ممكن تخليها فطار تخليها غدا، زي ما انتم شايفين انا كنت نازله ولسه راجعه، يعني انا لسه بهدومي زي ما انا. فكان ده الغدا بتاعنا يعني. يا رب يكون الفيديو النهارده عجبكم، ما تنسونيش بقى باللايك والشير. مع الف سلامه.